لو لسه بترمي قشر البرتقال يبقى الفيديو ده علشانك. تعالي شوفي هنعمل منه ايه. اهلا بيكم حبايبي، حبايب قناه توفير واعاده تدوير. فيديو جديد ولقاء جديد. النهارده كلامنا على البرتقال. طبعا احنا الناس كلها وانا عملت بالنسبه لي عملت فيديوهات كتير عن موضوع البرتقال. النهارده برضو هكلمك على قشر البرتقال تاني وهقولك عملت منه ايه. انا عملت منه حاجات كتير، هسيبلك الروابط بتاعتها في صندوق الوصف تحت. والنهارده هشتغل على فكرة جديدة قوي من قشر البرتقال. انا عملتها قبل كده بس بشكل اخر. خليكم معايا شوفوني انا النهارده هعمل لك ايه من قشر البرتقال. والحاجة اللي هنعملها دي منه هتقعد عندك سنين، ممكن قوي بتحفظيها في الفريزر ما تخسرش خالص، وهتستفيدي بيها استفادة كبيرة طبعا مع الغلاء والدنيا اللي احنا فيها دلوقتي دي. خليكي معايا لاخر الفيديو. الفكرة بقى النهاردة أنا عشان أنفذها بدأت أجمع لها بقى القشر زي ما انتوا شايفين كده. جمعت لها كمية قشر كبيرة، وانا يا اما بشيلها في الفريزر او ان انا بعملها فريش. وانا على طول يعني طول عمرنا بنشيل قشر البرتقال، مش يعني علشان اليوتيوب دلوقتي ولا لا، احنا بنعمل منه افكار كتير جدا جدا طول عمرنا، وبشيله بكميات كبيره قوي قوي، وطول عمري بحتاج ليه في افكار كتير. انا هبقى هوري لكم برضو الافكار دي. بدات اخده وبدات اسلقه، حطيته في حله وحطيت له كميه من الميه وبدات ان انا اسلقه. وطبعا التقطيع الصغير بيؤدي الى ان يستوي بسرعه. بعد بقى ما هيستوي وخلاص اضمن ان هو تمام، اتاكدت من سويه، هبتدي اصفيه. صفيت وبعدين هاخد بقى الكميه بتاعتي اللي هي بتاعت القشور نفسها وابتدي اروح علشان اضربها في الخلاط بعد ما يكون بردت مني. يعني اوعوا يا جماعه ان انتوا تعملوها وهي لسه سخنه، خدوا بالكم من النقطه دي. خدوا بالكم الميه اللي احنا سلقنا فيها القشر اوعي ترميها. ليه؟ لان الميه دي مهمه جدا جدا. ممكن قوي ان انت هتزودي بيها العجينه اللي احنا عملناها، هتشوفي دلوقتي هنزودها ازاي، وهتستفيدي بيها بحاجات تانية. خليكي معايا شوفيني انا ممكن اعمل بالميه دي ايه، لانها مهمه جدا بصراحه. اول حاجه خدت الميه دي وبدات احطها في بخاخه زي اللي هي مثلا بتاعه المكوى، وما حطيتش معاها حاجه خالص. هو ممكن قوي في بعض الافكار بتقول ان انت ممكن تحطي على الميه بتاعه السلق بتاعه قشر البرتقال دي تحطي عليها سنه كحول، على اساس ان هو بيبين الريحه قوي. يعني الكحول طبعا لما بيتحط في اي حاجه بيبين الريحه قوي، بس لو مش عندك الكحول ده مش مشكله خالص، انت ممكن بتجيبيه من الاجزخانه. بعد كده بدات بقى ان انا امشي بالبخاخه دي اللي معايا اللي هي فيها الميه بتاعت سلق البرتقال. بصي بقى هقولك انت ممكن ترشيها في ايه. هتركزي على الاماكن اللي ممكن ان هي تبقى لما ترشي تثبت فيها. يعني مثلا ايه، عند البيبان، على البيبان الخشب ده بيثبت فيه الريحه، بين الباب وبين الحلق بتاعه برضو المنطقة دي بيثبت فيها الريحة. غير الريحة ولا حشرة تجيلك ولا أي حاجة. عندك في المطبخ برضو، عند دواليب المطابخ، على السيراميك، لفي بقى في البيت بيها، على الستاير أو على السجاجيد، هتبدأ الريحة تبقى تثبت في الأماكن اللي زي كده. يعني تثبت على مثلا رش على الأنتريه، رش على الستاير، أو رش على السجاجيد، هتلاقي الريحة ثبتت وهتبقى في منتهى الجمال. وزي ما قلت راعي الحتة بتاعت ان انت تحطي لها سنة كحول. الكحول ده ممكن هتجيبيه من الأجزخانة، انت هتجيبي إزازة صغيرة جدا كده. يعني طبعا حتى الدنيا بقت غالية دلوقتي، مش هتكلفك حاجة، ممكن تبقى ب5 جنيه، تقعد عندك فترة كبيرة جدا. وزي ما قلت انه انا اركز على الاماكن اللي بتثبت فيها الروائح دي، كانت اهم حاجة بصراحة انا استفدت منها بالمية بتاعة سلق البرتقال. افادتني جدا جدا، وحبيت ان انا يعني برضو انوه عنها لان هي حاجة مفيدة. بعد كده هنبتدي نشوف مع بعض هنعملنا من المية بتاعة السلق دي ايه تاني.
خدت بقى قشر الليمون بتاعي وبدأت اعمله في الخلاط. طبعا احنا زي ما قلنا مش هنعمله وهو سخن، هستنى عليه لما يبرد شوية. بتاخدي جزء جزء وبتعمليه في الخلاط براحتك خالص. ممكن قوي بتعمليه مرة واتنين لحد ما ينعم معاكي، او اذا كان عندك هاند بلندر برضه هيكون افضل. عايزة تحط شوية مية صغيرين من السايل اللي هو العصير بتاع سلق الليمون، مش مشكلة حطي، على اساس ان هو ايه يبقى طري معاكي شوية. لكن انت لو عايزة ما ياخدش مساحة كبيرة لما تيجي تشيليه في الفريزر، ما تحطيش منه مية الا لما ايه تحسي ان الخلاط محتاج ان انت تحطي مية. زي ما قلت انا بنعمه مرة واتنين وتلاتة بحيث ان انا ايه تبقى العجينة معايا طرية خالص، وبتعمل لك كميه كبيره جدا. انا بتكلم يا جماعه مش على اني اصنع منه حاجه وقتيا دلوقتي، لا، انا بقول لك ان انت في الموسم اهو النهارده بتعملي كميه كبيره وتبداي تخزني الكميه دي عندك في الفريزر. انت بقى ليكي مطلق الحريه تستخدميها لاي حاجه. اعملي منها صابون، اعملي منها منظف، اعملي منها نشفي شويه واعمليه مثلا بخور، خدي منه علشان تنضفي بيه اللي عندك بطه او حاجه عايزه تعملي مثلا مع سمك. بصي ليكي مطلق الحريه تعملي بالعجينه دي اي حاجه، طالما ان انت عامله العجينه وهي نظيفه وكويسه خلاص استخدميها لاي حاجه. هبتدي بقى ان انا ايه اشيل بقى العجينه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده، وابتدي بقى اشوف هعمل ايه وهحفظها ازاي في الفريزر. مش هستخدم طبعا كل الكميه دي مره واحده، اروح جايبه احطها في علب. تمام، احطها في علب كده، اي علب عندك، بلاستيك، علب كذا، يعني ايه تحطها في علب كده. وطبعا الريحه جميله جدا، يعني ريحته حلوه قوي على فكره. احنا كنا الاول بنجففه وبعمله مع الكيكات والحاجات دي، بس انا المره دي في الفيديو ده بقول لك يعني ان انا ازاي هستخدمه للتنظيف. انا المره دي ده عامله للتنظيف. تمام، هناخد كده هنشيل، يا اما في علب زي ما انت شايفه كده هتحطيه في الفريزر وقت ما تكوني محتاجاه هتستخدميه، وقت ما تكوني محتاجاه. يا اما هعمل ايه دي كده فكره الثانيه، ممكن هتحطي في كيس عشان لو ما عندكيش اماكن يعني وكده، هتحطيه في كيس زي ما انت شايفه كده. وبعدين ابتدي مش هربط الكيس عشان ما ياخدش مكان كده، اعمل كده وتبططي الكيس يعني عشان ما ياخدش مكان عندي. احنا بنقول لما انا مش محتاجه الكميه دي كلها هستخدمها، احفظها بالشكل ده اهو. هاجي كده اروح هنا عامله كيس كده يبقى يتشال في الفريزر ما ياخدش مكان خالص عندك زي ما انت شايفه كده. يبقى هنا ده مكانه حاجه قليله تتحط في قلب الفريزر ما تاخدش اي مكان خالص. طب علبه الصابون بتاعي اللي انا بستخدمه في المطبخ، وتبقي جايه عامله اخده معلقتين، هتاخدي معلقتين من هنا في قلب الميه دي كده. بصوا يا جماعه اهو قلب كده معلقتين، وهتحطي معاهم الصابون السائل بتاعك بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. او ممكن هتزودي عليهم ايه الميه اللي هي بتاعه الميه بتاعه السلق بتاع البرتقال اهو. المحلول بقى اللي انا عملته ده ممكن ان انت هتستخدميه في غسيل المواعين بتاعك عادي، ممكن هتستخدميه في غسيل الحواض، الحيطان، كل حاجه تستخدميه لكل حاجه. صراحة بيبقى الخلطة بتبقى خلطة سحرية رائعة رائعة. وبعدين خدوا بالكم سامحوني ان عمالة اقول لكم بعد ما اعمل قشر الليمون عشان انا دماغي عمالة تفكر في قشر الليمون. طبعا هو بتبقى خلطة جميلة جدا. وبعد ما خلطتها على الصابون السائل وكده، في ناس طبعا بتخليها بتعملها بتعين يعني بتعين الصابون بيها. انا بفضل ان انا اخلط اول باول، ده افضل يعني علشان ايه ما مركنهاش في ازايز وكده يعني، الا اذا كنت تصنعيها وانت بتصنعي الصابون نفسه في البيت. لكن انت بتزودي عندك وبتخلصي الشغلانه وانت بتزودي ايه منها شويه. تعالوا يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه واحنا شغالين كده مع بعض. خدت بقى جزء من المعجون وبدأت احطه على البوتاجاز اولا وقبل اي شيء. انا بعتذر عن شكل البوتاجاز، المنظر اللي انتوا هتشوفوه الشكل الصعب ده اللي قدامكم.
انا مش هعمل زي اي حد بيحب بقى يعني يعمل فيديوهات وياخد عليها لايكات وكده. لا يا جماعه، الوضع البوتاجاز ده ليه قصه. انا كنت ما بحركش دراعي شهر ونص، وكنت طبعا لابسه الجبيره، وكان اليمين كمان كنت لابسه الجبيره الصناعي دي، فكنتش اقدر ان انا اجي جنب البوتاجاز، وادي نتيجه ان انا ما بجيش جنب البوتاجاز لمده شهر ونص. فطبعا بهدله عليه ومفيش خالص، والواحد الحمد لله ان ربنا شفاني، لان كنت واقعه، وكنت واقعه على دراعي، وكان في الصباع الكبير اللي هو صباع الابهام كان في مشكله كبيره جدا، وكنت لابسه جبيره يعني ما فيهاش، لازم ما فيش عدم يعني ما فيش حركه، المفروض ما فيش حركه. فالمهم يعني الحمد لله انا دلوقتي بقى ايه، انا حطيت القماش، كان عندي قماش قديم كده انا خلاص هرميه، بدل ما احط كلينكس فرشت الاول الحاجه دي، وبدات احط عليها الصابون العادي بتاعي وشويه من المواد السائله. انا ما كنتش بس عارفه ان انا اصور لك وانا بحطهم، وبيتهم من بالليل لحد الصبح. يعني اهم حاجه ان انت خلصتي كل بيتك تبيتي بقى الحاجه دي من بالليل للصبح. تاني يوم بقى هتيجي تبدأي بقى تشيلي الكلينكس او تشيلي القماشة. خلاص كده شوفي بقى المنظر جميل ازاي، بتنضف بمنتهى السهولة، ولا بتعملي سلك، يعني ممكن تستخدمي السلك خالص. بيطلع بالايدين اهو، شايفة كده. كل اللي عملناه ان احنا ايه، استخدمنا المنظف بتاعنا وحطينا عليه شوية مية قشر البرتقال او العجينة اللي احنا عاملينها، يا اما كنت مبيتاه في الميه في البتاع دي بورق المناديل كده، او كنت عامله برضو ايه، كنت فرشه القماشه القديمه دي كده، دي بتترمي، قطعتها حتت وفرشتها. بس اهم حاجه ان انا بيته من بالليل للصبح. بعد ما اخلص بقى واعمله، شوفي منظر البوتاجاز هيبقى ايه. بصوا يا جماعه برضو هنا اهي، بصي بصباعي انا ما بطلعش حاجه بسلك اهي، بصي بالصباع بتطلع ازاي بمنتهى السهوله اهو. بصوا يا جماعه بمنتهى السهوله، استخدمتش اي حاجه خالص، ولا قماش ولا سلك ولا حاجه. لكن طبعا انا لما اجي اغسله هعمل بالسلك عشان تطلع مره واحده. تمام. ادي بقى الخلطه الجميله، شوفي بتعمل ايه وبتسحر بصراحه يعني. استمريت في التنظيف بقى بتاع البوتاجاز، وطبعا ايه بحط شويه من ده وشويه من العصير، يعني شويه من الصابون شويه من العصير، او ممكن تخلطهم على بعض. هو ما خدش وقت مني كبير، علشان موضوع ان انا ببيته من بالليل، حط عليه الصابون بالميه غلية القشر من بالليل، ده بتخلي الدهون تدوب خالص، تدوب زي ما انت شايفاها كده، ما بتاخدش وقت منك. انت ممكن تجريها بالقماشه كده، تضغطي عليها شويه بالقماشه يطلع كل حاجه. كلنا نجربها يعني. انا عملت قدامك اهو. انا بقى هنا بدات اخلص معظم البوتاجاز خلاص الحمد لله، وخلاص هيبقى على التنظيف الاخير اللي هي التصبينه الاخيره اهو. كل البوتاجاز كده خلاص يعتبر خلص، فاضل على التصبينه الاخيره الحمد لله. منظر البوتاجاز اهو، بصي بصراحه بقى حاجه في منتهى الجمال. انا هنا قلت اصور قبل ما اركب الحمالات بتاعته عشان اوريكي. شوفي انت بقى النظافه بقى بتاعته عامله ازاي. يعني بصراحه هو محلول ساحر. يكفي ان انا اقولك بصي الحله بقت عامله ازاي اللي انا غسلتها بيه. دي كده الحله اللي انا غسلت بيها بنفس المحلول بتاعي، واخده بالك. ودلوقتي بصي هنا كده، ادي كده انا عملته، وادي منظر الحوض اهو، وكده الصفايه المنظر اهو. شوفي بقى انت الحوض بقى، يعني بصراحه اللمعه بتاعته بقت حاجه جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده. بنضفت بكل الحاجات بتاعتي هنا. انا عندي سيراميك بتاعي قديم ما هوش جديد، وادي هنا الحاجه زي ما انت شايفه كده. وطبعا ادي المحلول اهو بتاعنا، ده مش متوسخ، لا ده هي عشان اللون بتاع العصير اللي احنا عاملينه، الخامه اللي احنا عاملينها دي ولا العصير اللي عاملينه ده. ايه رايك بقى دلوقتي هنا؟ شايفه هو محلول ساحر بصراحه. يا ريت بقى ايه يبقى الفكره توصل لكم. شايفه هنا اللمعان بتاع الحاجه
منتهى الجمال، مع ان الضوء مش جامد عشان فوقيها ايه. ودي هنا لمعنا البوتاجاز اهو كده، ده كده لمعنا البوتاجاز. وادي زي ما قلت لكم الحله، شايفه الضوء جميل جدا جدا. يا ريت بقى كلنا نجربه، يعني فعلا حاجه خامه في منتهى الجمال. يعني العصير اللي انا حضرته ده حاجه تستاهل التجربه، يعني ان شاء الله حاجه تستاهل التجربه. دلوقتي يا حبايبي انا هبتدي الف معاكي وهكرر نفس التجربه على حوض الحمام. وهنشوفي قدامك دلوقتي كده. انا هبتدي برضه هستخدم نفس العصير والحاجه. طبعا انا برضه بتاسف على شكل الحوض، خدوا بالكم انا على طول بنظف حمامي ومطبخي، بس طبعا علشان الظروف اللي انا تعرضت لها كان في فتره كبيره طبعا برضه انا ما بجيش جنب الحوض، ولكن الحمد لله يعني ربنا يعني كرمني والحمد لله. هنشوف بقى مع بعض ازاي فعلا برضو انا استخدمت العصير بتاع القشر البرتقال في تنظيف الحوض السيراميك بتاع الحمام. وشوفيني بقى انا عملت فيه ايه وازاي دعكت الحاجة وخليته زي الفل. بصوا يا جماعة، انا بدأت احط كده المادة على السيراميك وسبته شوية. مبدئيا انا لسه طبعا ما شطفتش، شايفه منزله حاجات قد ايه، منظر طبعا مش كويس اهو. هبتدي بقى اشطف زي ما انت شايفه كده. ده اللي هي بعد ما رشيت حطيت السائل وسبته بس يا دوبك اهو. هبتدي بقى اشطف، وبعد ما اشطف هنشوف المنظر. مبدئيا الخلاط بدأ يبان من شكله، شايفه اهو. ده كده مبدئيا الخلاط. حاجاتي الحمد لله زي ما انتم شايفين قدامكم. كل حاجة في الحمام اهي خلصت، الحيطان والاحواض وكل شيء. انا يعني احب بس انقل فكرة، يعني هي عايزاها توصل لكم. الفكرة هي ان انا عملت عصير من حاجة كنت هرمي شوية القشر، عملت منهم حاجة انا استفدت بيها وخليتها تقعد عندي فترة كبيرة جدا، وفي نفس الوقت تنظف لي حواضي وتنظف لي الحمام وتنظف لي بوتاجازي، واستغلها اني انا يعني استفيد منها. انا كنت عايزة اوصل الفكرة دي ان احنا ما نرميش اي حاجة في البيت عندنا، ولازم اني انا ادور على استفادة ليها، ان انا يعني مرميهاش. دلوقتي حبايبي بعد ما خلصنا كل حاجتنا، بعد ما خلصنا اعداد العجينة وازاي حفظناها في الفريزر، ويعني قلت لك تحفظيها ازاي، بعد ما نظفنا بيها البوتاجاز وكان شكله صعب جدا زي ما انا قلت. انا كنتش قصده طبعا، هي كانت الظروف اللي عرضتني لكده. ونضفنا برضو بيه الحوض بتاع الحمام اللي هو السيراميك وسيراميك الحمام برضو. بتمنى الفكرة تكون عجبتكم. يا رب ما يكونش، انا عارفة ان الفيديو طول، ولكن انا كنت عايزة انقل الفكرة بالظبط بكل خطواتها. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة، ولو يعني لو القناة عجبتك فضلا وليس امرا. وما تنسوش زر الجرس علشان يوصلكم منه كل جديد. ويا جماعة انا طمعانة انكم تدوسوا لايك للفيديو علشان يترفع، وان شاء الله بوعدكم بافكار جديدة وحاجات يعني مفيدة دايما في البيت. والى اللقاء في فيديو قادم، ويا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويكمل لنا شعبان على خير، وكل عام وانتم بخير.